السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا في مطبخ هاديل. هنا راح نديرو بوراك. عندي الفريت، عندي الزيتون، هنا بصلة كنت قليتها مع الطماطم والفلفل الاخضر والثوم. ودرت فرماج 6 حبات فرماج، ودرت معاهم البطاطا كنت قطعتها مربعات وقليتها في الزيت، وهنا درتهم مع بعض وراني نخلط فيهم. هنا حطيت المغرف وخلطهم، بديت نخلطهم بيديا باش نفتت هذاك الفرماج باش يندمج مع المكونات، باش هكا يجينا البوراك نتاعنا بنين. هنا بعد ما خلطته مليح هنا ضفت له الفلفل الاسود باش يعطيه بنه، وهنا نصف ملعقه ملح. الملح ما لازمش نكترو لانه البطاطا درت ليها الملح والفرماج يكون مالح، لهذا ما نكتروش بزاف. هنا جبت الورقه نتاع الديون وحطيت فيها الحشو كما راكم تشوفوا، نبقى ندير فيها الحشو. وهنا درت ليها شويه فلفل حار اللي يحب الفلفل الحار، من بعد نبدا نرولي فيها بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. وطويتها في الجوانب ومن بعد تروليتها، وهذا هو البوراك نتاعنا. وهنا جبت ورقه اخرى وحطيت فيها الحشو، وبنفس الطريقه حتى نكمل. نتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك هكذا باش تدعموني ونوصل 1000 مشترك ان شاء الله بفضلكم، وديروا لايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا البوراك نتاعنا طويتو ومن بعد روليتو كما راكم تشوفوا. ودوك نروح نحطها بجيف ونعاود ندير وحده اخرى معاكم هكا باش المبتدئات يدوا فكره. نحطوا الحشو ونغلق عليه، نحاول نثبت الورقه عليه ومن بعد نولي نطويه في الجوانب ونزيد نروليه بهذه الطريقه. وهذه هي النتيجة. وهنا بعد ما حطيت الزيت سخون وقليت البوراك، هذا هو البوراك نتاعنا. جا ما شاء الله يهبل، شوفوا واحد اللون ذهبي وجا بنين ما شاء الله. شوفوا هاي الصورة امامكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد، والى اللقاء.